مرحبا على أحلى متابعين مطبخ شموسة. وهاليوم راح نسوي وياكم البيتزا. راح أسوي العجينة عجينة 10 دقايق وياكم. هنا شفتوا حطيت كوبين من الطحين، وراح أخلي بقدها مي، كوبين من المي. قبل لا أخلي المي راح أخلي ظرف الخميرة وخاشوقة مال كوب شكر، ونخلطها كلش زين. وهذا 2، يفضل ان المي يكون دافي، ونخلط بحيث تتفتح عندنا كل الكماتيل مال الطحين. هسه بعد ما انخلطت عندنا العجينة كل زين راح نغطيها نتركها بمكان دافي 10 دقايق حتى تختمر. اول شي عندي هنا البصل، راح اقطع على شكل شرائح بهالشكل هذا. هسه نجي نسوي الفلفل البارد. طبعا هنا أنا راح استخدم فلفل بارد لونين، الاصفر عفوا الاخضر والاحمر. والطماطة والفطر. خلي فصين 3 ثوم، هذا الشي خياري. قطع شرائح بالشكل هذا. وهسه بعد 10 دقايق راح افتح على العجين. هسه نخلي الملح، وراح ابدي اضيف الطحين تدريجيا الى ان تتكون عندي العجينة كاملة. راح اضيف اول كوب، والكوب الثاني، هسه هذا الكوب الثالث. راح ابدي اضيفه تدريجيا واعجن. من اشوف عندي العجينة تماسكت اعرف انه خلاص بعد ما احتاج طحين، بس هو تقريبا 3 كواب راح احتاج. كوبين طحين، كوبين مي، الخميرة والشكر. وبعدين انتظرت 10 دقايق، تخلون الملح ورا 10 دقايق على الخليط، وتبدون تضيفون الوجبة الثانية من الطحين. خليه باقي الطحين. ننزل هنا العجين وما نقصر وياها. بيها راح اخلي شوية زيت واعجن. وبهالشكل صارت عندي العجينة جاهزة. اقدر هسه ابدأ اسوي بيها. اني اول شي راح ابدي بيه اخلي اللحم. اني حسويها مال لحم، طبعا نقدر نسويها مال صدر دجاج او مال لحم، كل منو حسب ذوقه. وبعد ما حمست اللحم بالزيت، طبعا ما نبالغ بالحمس، يعني بس مجرد يتغير لون اللحم، لا تحمسوه هواية، شغلة يعني دقيقتين 3 مو اكثر. نبدي نضيف الخضار تدريجيا. اول شي راح ابدي بيه البصل، ونحمسه ويا اللحم. نفسها هذه الخلطة تقدرون تستبدلوها بصدر دجاج. صدر دجاج نقطع شرائح، نحمسه شوية حمسة سريعة ويا الزيت، ونبدي نضيف عليه الخضار تدريجيا بهالشكل هذا. او نقدر نسويها بس خضار، لا لحم ولا دجاج. هسه راح نبدي نضيف الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. هسه راح اخلي الثوم اللي قصقصته قطعته بهالشكل هذا شرائح. وهسه راح اخلي الطماطم. البهارات اللي راح استخدمها طبعا راح اخلي ملح، فلفل اسود، فلفل ابيض، براس خاشوقة الكوب 7 بهارات. مثل ما تلاحظون الخضار كلها بقت على الوانها، ما نحمسها زايد حتى تبقى محافظة على قوامها. واخر شي راح اضيف الفطر. واني دا احمس بالفطر راح اطفي النار. واخير شي راح نرش عليها الاوريجانو. طبعا الاوريجانو نحاول بهالشكل هذا ننزله على الحشو
او على الخلطة حتى يطلع العطور مالته، الزيوت العطرية مالته كلها تطلع. بهالشكل صارت عندنا احلى خلطة بيتزا. نبدي نفتح العجينة مالتنا، اما انا نخلي شوية طحين او شوية زيت. شوفوا العجينة بداعة صارت، شوفوا ما شاء الله تخبل. نحطها ونبدي نفتحها بالشبك. طبعا سمك العجينة كل منو حسب شنو يحبها. احنا صراحة ما نحبها ثخينة، يعني ايش قد راح احاول ارقق العجينة راح ارققها. وبعد ما فتحنا العجينة راح نخليها على ورق الزبدة بالصينية حتى نقدر نشتغل بيها. اقدر اما ان استخدم هذه الصينية، بس انا عندي صراحة هذه يمكن اشوفها افضل. اي هسه ايش راح اسوي؟ راح اوزع الجبن المبروش على اطراف البيتزا. طبعا احنا نقدر نخلي جبن مبروش او جبن قطع همينه يصير. هسه ناخذ الحافة ونلفها على الجبن وكأنه نسحبها علينا بهالشكل ونضغط. ناخذ الحافة نسحبها علينا ونضغط حتى نضمن انه هي دا تنسد عندنا الحافة كلش زين. هسه نيجي الخطوة اللي بعدها. اما ان نسوي بالكاسة صلصة المعجون، نخليها ونحط عليها اذا تحبون شوية بهار، او اني صراحة راح استخدم عندي هذا النوع من الكاتشب، كاتشب بالبهارات. هذا راح اخليه واوزعه بهالشكل هذا. بعدين نجيب اي استكانة عندنا يكون الحلق مالتها بهالشكل هذه، وابدي اسوي هذه النقشة على البيتزا راح تنطيها منظر كلش حلو. هسه راح نبدي نخلي الحشوة مالتنا. وهسه اخير شي راح اخلي الجبن المبروش على الوجه. وهسه صارت عندي البيتزا جاهزة للفرن. طبعا انا شغلت الفرن مسبقا على درجة حرارة 240 او 250 قبل 10 دقائق. وهسه راح ادخل البيتزا بالرف الوسط واشغل الفرن فوق وجوا. وبعد 10 دقائق صارت البيتزا جاهزة، روعة. أنا عندي هذه السكينة راح أقطع بيها البيتزا. واو، رهيبة. هسه راح أذوقها وياكم. حارة حارة كلش، بالقوة دا أقدر آكلها. شوفوا الجبن، يا سلام، شوفوا الجبن وياي. شوفوا من راح افتح الاطراف مالتها، شوفوا وياي الجبن. واو، رهيبة. وسهمكم ألف عافية. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع السلامة. وشنو رأيكم بهاي البيتزا المربعة؟ وهسه راح ندخلها للفرن.